معكم في ميدي 14 وفي وسط الجدل على المرسوم 116 وفي وسط الامتحان اللي اليوم النواب فيه كما قلنا هل ترى نواب تونس ولا نواب طائفية. دخلت نائبات كتلة الدستوري الحر بداية من البارح في اعتصام بمقر المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب. علاش دخلوا في اعتصام؟ احتجاجا على العنف المتكرر ضد المرأة، ويقولوا انه ولا سياسة ممنهجة داخل البرلمان في ظل تزكية من رئيس الأوراق الملغاة والصمت الرهيب للدولة وعدم تحرك القضاء. كلام كبير، عناوين كبيرة. شنو اللي صار بالضبط؟ علاش الاعتصام هذايا؟ وين كان العنف الموجود؟ معنا النائبة عن الحزب الدستوري الحر مدام سميرة السيحي. مرحبا. مرحبا ومرحبا برباط أفام والشكر لكم ومرحبا بمستمعين رباط أفام. مرحبا بك، منورتنا مدام سميرة السيحي. كان تقول لنا الاعتصام هذايا علاش صار وشنو المطالب اللي وراه؟ خليني نذكر ساعة هو البارح أول نهار ترجع فيه كتلة الحزب الدستوري الحر بعد الكونفينمون الحجر الصحي اللي عملناه سويت بالإصابة اللي صارت لنا من كوفيد 19. دوك رجعنا كلنا حيوية ونشاط والحمد لله على سلامتكم مدام سميرة. يسلمك وان شاء الله كل ما يعطي باللطف. دوك رجعنا كلنا حيوية ونشاط باش نخدموا على رواحنا. كان اجتماع مكتب بحضور رؤساء الكتل لتوزيع المسؤوليات واللجان واعضاء اللجان ومسؤوليات على المكتب، يعني المسؤوليات في مكتب اللجان، اعضاء اللجان ومسؤوليات المكتب. لو كبدي الاجتماع تاع رؤساء الكتل ولا هو اجتماع مكتب بحضور رؤساء الكتل، يعني اجتماع عادي كل واحد خذا الكلمه نتاعو وتكلم وخذينا الكلمه الناس الكل وتكلمنا في النقاط اللي نقطه بليتو اللي ذكرتها توا. ما رانا كان وقت اللي خذا سيد الدين مخلوف رئيس كتله ما يسمى بالكرامه الكلمه، وبدا يتكلم زعما يتكلم هكايا هادي شويه يتكلم، ومن بعد ما نفسوا به الاخت عبير كتله الحزب الدستوري الحر ما حم احمد ولا ما وجهتلوش حتى الكلمه، حتى الكلمه ما وجهتلوش. دوك هي تجاوب مع كي حم احمد ولا ما شنو اللي صار منها مش موجه لي هو، وهو يقول لها كلمه كبيره 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 ما نعرفش نجم تو نعاودها لهنا عندكم. قال لها سكر فمك انت. قوة الكلمة وحجم الكلمة وخطورة الكلمة مع الطول اللي قالها به تزعزعت الصالة، ما خلى اللي حاضرين الكل يقفوا، راهم وقفوا الكل تودانكو. وقتها فما نائب مصطفى بن احمد، هم قاموا رجال نائب مصطفى بن احمد وقتها قال لنا هذا ولا بونديتيزم وجاب شيء يغادر القاعة. يزيد يعقب عليه ممثلهم في المكتب يقول له عيب عليك راجل كبير كل الكلام كيف هكايا وشفت شي هي اش عملت فينا، وبدا يطلع زاده في الصوت ودبوس الماء قدامه يلصقها على الطاوله قدامه تتنطر وهي من الطاف الله بيان سور ماهيش باللار، ومن الطاف الله زاد كيف الصحة زاد تحت تقيا انا كما احنا في القاعده قاعدين مقابلين بعضنا يعني في السيتواسيون نتاع القاعه. دونك هذه العنف البارح اللي صار في جلسه رؤساء جلسه المكتب ورؤساء الكتل، يعني تمرينا من العنف المعنوي من الالفاظ البذيئه الى العنف المادي. هذوما ناس ما عادش ينجموا يتحكموا في رواحهم، هذوما ناس كي تبدا حاضره معاهم كتله الحزب الدستوري الحر اللي هي كتله معارضه ويلزمها تأدي دورها ككتله معارضه وفي اطار الديمقراطيه اللي تشكوا بها. لو احنا حتى كيف نتكلموا فيها مش بالضروره باش يعجبهم، هو كلام واقعي تذكر خاطر الحقيقه مره على خاطر احنا نوريهم من خروقاتهم يقوموا هما يتصرفوا بالعنف، العنف اللفظي البذيء جدا جدا جدا، وما عنف ما يلزمش يتسلط على حتى ايكوتي المراه التونسيه والبرلمانيه والمراه السياسيه. وتوا ولاو تعداو للعنف المادي، يعني واحد يلصق دبوزه وغدو يبدا قدامه كاس باللار يلطخو وغدو دبوزه باللار يلطخها ولا يضرب بها حد. هنا ولا المشهد خطير وخطير جدا، وهالعنف هذا الممارس المتكرر الممنهج وتيب سياسه معاهم زدت رئيس الكتله وزدت نائبات الكتله بصفه عامه.
يعني هذه احنا نعتبروه اعتداء على المراه التونسيه، على المراه البرجيليه، المراه اللي حررها بورقيبه، المراه اللي في اول حاجه تعاملت في مجال الاحوال الشخصيه، المراه اللي في مجال الاحوال الشخصيه في 56 تكون في 2020 تتعنف وين تحت قبه البرلمان. بربي في اطار التفاعل معك مدام سميره السيحي، زميلنا ميزري تبقى عنده ما يسالك. مدام سميره عسلامة. عسلامة. مرحبا. سؤالي انت كنت تحكي لنا في اللي صار بالضبط في القاعه. انا سؤالي انتم كيف اعلنتوا الاعتصام، علاش الكتل الاخرى بما انه مصطفى بن احمد رئيس كتله في تحيا تونس اعتقد، علاش ما خرجوش بيان او ما خرجوش استنكار او ما خرجوش اي تفاعل رسمي من الكتله نتاعهم او من حزبهم؟ هو ديما اي حاجه يتعرض لها الحزب الدستوري الحر ونواب الحزب الدستوري الحر ما يرى على كان الناس كلها تتنصل وما ثم حتى بيان يخرج رسمي، وحتى كي يخرج بيان يخرج مغلف، حتى كي تخرج ادانه تخرج مغلفه، وكان الحزب الدستوري الحر هدايا انه وقت قال فيه كلمه حق يتلام عليهم. دونك هذايا اسالوا لهم هما الواش هل قدامهم يصير يا ربي نهار اخي مره اللي عيطت وقالت فيها معتصمات وقال لهم استناو هو هي كتلة تحية تونس خرجت بيان البارح مدام سيحي. خرجت كانت فيه في مصطفى بن احمد. كان في مصطفى بن احمد، مش كان في الحزب الدستوري الحر، هو مصطفى بن احمد اصلا كيف تكلم من قوه الكلمه وقوه الطعم، انا كيف نقولها بالعربي اللي تقال فيها الكلمه، راهو شيء يزعزع، راهم كلهم قاموا سون اكسبسيون، مش كان مصطفى بن احمد. مصطفى بن احمد يلاقي له درس باش يقول هذا بونديتيزم. وقت قال هذا بونديتيزم جاوبوا الاخر قالوا عيب عليك تقول الكلام هذا. دونك يولي اللي قالت لها الكلمه واللي تفوز الضربه جات بحذاها ما يساندهم حتى حد، وتلقى الحبيت كانت في واحد قال اللهم ان هذا منكر. مش بس انهم يستاندوا كتلته ولا يساندوه نواب اخرين، اما زاد راهو المظلوم واللي هو مارس عليه العنف راه كتله الحزب الدستوري الحر، والزوز نساء اللي حاضرين في الجلسه تاع البارح اللي هما زوز نساء من الحزب الدستوري الحر، يعني المسانده مارينا مسانده حتى من حد. احنا اليوم هنا معتصمين ومواصلين الاعتصام نتاعنا حتى نشوفوا شنو مآل هل العنف المبرمج. تحس اليوم مدام سميرة السيحي اللي النواب واعضاء الحزب الدستوري الحر مستهدفين؟ هذا واضح، لكن نهار جلسه 2 اكتوبر تستهدف الاستاذه عبير وعديت الفيديو شافته الناس الكل، ترجع من نهار 2 اكتوبر ترجع اليوم البارح تزيد تستهدف الاستاذ هذاك. دونك هذا عنف ولا مبرمج، يبرمجوه لا زايد تاريخ ولا وقتاش يبرمجوه ويوزعوا الادوار ويقوموا به. مبرمج الحزب الدستوري الحر مسلط عليه عنف وعنف شديد. وعلى هذيك احنا الاعتصام نتاعنا تو انا معاه هكا هو قداش من اعتصام عملناه، والاعتصامات الكل كانت على عنف، وعملناش الاعتصامات اللي عملناها والاعتصام نتاع 10 جويلية ما كان على العنف، وقت يدخلوا لنا الاس دي سيت وكلمه الاستاذ عبير والناس كلها تفرجت، زاد عليه رئيس كتله ما يسمى بالكرامه كيفاش وخرج لسانه وقت يشدوا فيهم، يعني كان سيبوت شنو كان باش يصير وقتها. دونك اصلا الاعتصام اللي عملناه في جويلية كان على العنف. يا اخي نخدموا بالعنف، نبداو بالعنف. واضح مدام سميرة السيحي. الاعتصام هذايا فما خطوات تصعيدية أخرى مع الاعتصام ولا لا؟ احنا مع الاعتصام اليوم خرجت لكتلة الحزب الدستوري الحر البيان تاع الاعتصام. دونك احنا طالبين التنديد من مجلس نواب الشعب وبالاسم مش حاجة مغلفة، طالبين من الدولة انها تتخذ اجراء ضد العنف المسلط على المراه، والدوله التونسيه سواديزون اللي خرجت القانون ضد العنف ضد المراه. و دونك اعتصامنا متواصل وهنا نستناو فيهم كما هما يفون رياجير. وفي حاجه اخرى من القضاء يحل الملفات، خاطر احنا شاكين بالعنف المسلط علينا في مجلس النواب. دونك السلطه القضائيه مطالبه تحل الملفات، الدوله تعطي موقفها من العنف المسلط على المرأة في كتلة الحزب الدستوري الحر تحت قبة البرلمان، والمجلس النواب يخرج التنديد وبالاسم.
هذا اللي طالبين. واضح. مدام سميرة سيحي النائبة عن الحزب الدستوري الحر، مشكورة للمداخلة معنا، وبالطبيعة احنا في متابعة لاعتصامكم شنو باش تكون التطورات فيه. شكرا. يعيشك لله، نهارك زين.